السلام عليكم، اهلا حبيباتي. ان شاء الله تكونوا بخير في صحه جيده ان شاء الله يا رب. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم يعني تحضيراتي بما ان قريب رمضان ان شاء الله ربي يدخلوا علينا بالصحه والهنا ان شاء الله. التحضيرات تاعي اللي راح تكون يعني في القارص والتشينا. كما راكم تشاهدوا انا رابيت هذاك القارص، نحيت له الزيست، نحيو غير الاصفر مثل الحكوش يعني الابيض. والتشينا ثاني استعملت يعني هذيك الصغيره اللي راهي السعر تاعها يعني مناسب للقارص، والله ما على بالي قداو يدير. هنا كما راكم تشاهدوا رابيتهم، نحيت لهم الزيست. ودوكا راح نعصرهم كما راكم تشاهدوا. هذيك العصاره اللي قلت لكم عليها تاع كوندور، شريتها ب120 ألف، راهي مزالت معايا يعني وعجبتني، نستعملها بزاف انا في العصائر. هنا كما راكم تشاهدوا يعني تعصر لنا جيدا. نشوف هكذا يقول راني ندير بيبليسيتي للكوندور. هنا هاني عصرت القارص. بعد ما كملته هنا تحصلت على اطرا ويعني و200 ولا يعني عقبت لتر وزيدوا له كاس هكذا كما راكم تشوفوا يعني يكون صافي. الان حنضيف له هذاك لو زيست اللي نحيته من السيترون. هكذا ضيفوه له وحركوه هكذا. والان حنضيف له كيلو تاع سكر. يعني كاين يدير في الاطرا تاع القارص يدير كيلو، انا في الاطرا وقريب يعني نص ندير كيلو. من الاحسن من بعد كي ديروه اللي بغات تزيد السكر ولا اللي بغات ما تزيدش باش ما يجينيش يعني حلو بزاف. هكذا نحركو حتى يعني نحس السكر تاعي ذاب. هنا ندير اوراق يعني تاع النعناع هكذا لشتا بالاغصان، ماشي يعني اوراق برك، ديروا الاغصان الاوراق. النعناع يتماشى جيدا مع القارص، ومن بعد غطيوه وديروه في الفريجيدير ساعه على ساعه. روحوا حركوه برك باش يذوب هذاك السكر. هنا تشينا تاعي كيما راكم تشاهدوا يعني هذيك كبيره ما نديرهاش درت صغيره برك. هنا هاني واش تحصلت يعني ما كانش عندي كميات ما وصلش لتر. ها هي شعنونه يتلم في القشور. ها شفتوا شفحله بنتي الله يبارك. هنا ها العصير اللي تحصلت عليه قلت لكم ما لحقش لتر. والسكر مانيش راح ندير له يعني كيلو، راح نستعمل هكذا كيما راكم تشوفوا. درت واحد رطل هكذا كان معقب يعني نص سيطره، درت رطل سكر احرش ماشي رطب. هنا درت هذاك لو زيست اللي خرج لي اللي درته قبيل من تشينا. الزيست هذاك اللي راح يمدلو يعني نقو هايل. هكذا نحركو. من الافضل نوجدوا هاد الحوايج هكذا لرمضان احسن من نشريو يعني لي جو تاع العلب. غطيه هكذا وديريه في الفريجيدير كما قلت لكم ساعه ساعه. نحيوه بعد ما تمر 24 ساعه يعني والسيرو تاعنا في الفريجيدير. نحيو هذاك النعناع، واللي بغات ترحي معاه النعناع ترحيه، يعني راح يجيكم ان جو رائع. النعناع هذاك يمدلو لا فريشور. شنو هي انا من بعد كي نديرو ان شاء الله في رمضان نرحي معاه اوراق هكذاك يعني طازجه تاع النعناع. هنا عقبيه رحيه يعني بالميكسور بيه بهذاك لو زيست اللي فيه. هذه الطريقه يعني مليحه كل رمضان نديرها ومنعشه وراح تعجبكم بزاف في رمضان. تخيلوا مع هذاك العطش ومع هذيك تعودوا تشوفوا هاك طاس ما بارد وتديروا فيه شويه جو الدنيا وما فيها. هكذا نحركو ونميكسيه ثاني كيما جو دو سيترون. هذا يعني جو دورانج تاع البرتقال والاخر جو دو سيترون. هنا بعد ما رحيتو راح نصفيه باش يقعد لي هذاك لو زيست هذاك ثاني نحتاجوه يعني نخبيوه.
تقدروا تستعملوا يعني بهذا السيرو هذا، تقدروا ديروا به بسبوسه، تقدروا ديروا به اون تارت سيترون. تقدر هنا بعد ما كملت يعني انا ندير زوج هكا، زوج دوائر نديرهم في طاس يعني فيه لتر من الماء. من بعد نتوما ما حبيتوا هذاك الجو كيفاه راح يكون لكم. كاين اللي تحبوا يكون يعني قارص بزاف، كاين اللي تحب يكون يعني نورمال. وشنهي كيتعمروا هذو بما انه هو سي ان سيرو صافي ماهوش راح يجمد لكم في دقيقه. خليوه 24 ساعه ولا 3 ايام ولا سا ديبون وقداه تخليوه. ومن بعد جبدوه او ونحيوه من هذا السيليكون. وهذاك لو زيست ديروه في هذا القوالب الصغيره. هذا راح نحتاجوه بزاف في الحلويات، في كما قلت لكم في في البسبوسه، في لي سيرو اللي نديروهم تاع يعني تاع رمضان نسحقوه ينكه لنا يعني تاعنا. ميم كاين واحد البولي هكذا بالتشينا، هذا لو زيست يمشي معاه بزاف مليح. هكذا ديروهم وجدوهم، ديروا سيترون وديروا تاع التشينا في زوج في القوالب هذو الصغيره. هنا بعد ما كملتهم يعني هذو اللي درتهم في السيليكون. نتوما كما فهمتكم هذا راح يقعد واحد واش نقول لكم، واحد يومين ولا 3 ايام باش راح يجمد لكم بيان. كي تنحيوه رفدوه ديريكتومون وديروه في كيما راكم تشاهدوها. هنا عندي يومين هو في الكونجيلاتور باش تحصلت على هذه النتيجه، يعني باش جمد لي. ما نعرف يعني على الكونجيلاتور ولا باسكو انا الكونجيلاتور الاخر جاي كما يقولوا فونتيلي، ما نعرف لا يعني ما تجمدهوليش في دقيقه. هنا نحيوهم كما قلت لكم كي تسحقوا هماهمش راح يلصقوا، كل وحده تقعد هكذاك وحدها. وديروا زوج في لتر، زوج هكذا زوج دوائر في لتر راح تتحصلوا على ان جو دورانج ناتور بنين 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 بزاف. قلت لكم سورتو في رمضان ينحي لنا العطش. هكذا اغلقوا نغلقوا لي ساشي تاعنا يعني باحكام، باسكو دي فوا يجي فيهم هذيك الريحه تاع يعني الكونجيلاتور تاعنا كيما نكونوا منيطواينو توجور تكون فيه ريحه تاع الكونجيلاسيون. واللي ما عندهاش هذا يعني هذا لي مول تاع السيليكون تقدر دير في يعني في لي ساشي نورمال. راكم تشاهدوا يعني تشينا ديروها وحدها والقارص يكون وحده. قلت لكم صدقوني هذه الكيفه راح تعجبكم بزاف في رمضان. يعني منعشه ولي فيتامين فيها مليح، فيتامين سي مليح مالغري راهو كونجلي يعني الله غالب. في رمضان مش راح يكون يعني تشينا ماهيش راح تكون قليله، ولا لقيناها نلقاوها غاليه. هنا قلت لكم اغلقوا لو ساشي تاعكم باحكام ونديروه في الكونجيلاتور. ان شاء الله كل ما ندير يعني كل ما نخزن حاجه راح نديرها لكم فيديو هكذا الى يعني نوجدوا ربحنا لرمضان ان شاء الله. الان كما قلت لكم اللي ما عندهاش هذا الليمول هاو كما راكم تشاهدوا تخدمي في تخدميهم ديريهم في لي ساشي. في لي ساشي انا نعمر كاس تاع كما نقولوا كاس تاع الغازوز، كاس تاع غازوز راح يعمر يدير لك 1 لتر. من الاحسن اعبري بالكاس ما ديريش ديريكت باش هكذا تشفاي على يعني الكميه اللي راح تستعمليها. هكذا كاس تاع غازوز
هكذا وحده راح يستعمل لك لتر من الماء البارد في رمضان. نزيدو نكملو الكميه هكذا. وفي رمضان تاني مليح الجو تاع العنب، يعني مليح بزاف يعني في الصيام جو تاع العنب ولا جو تاع الدلاع، يعني راح تقعدوا توت لا جورني ما تشعروش بهذاك العطش ولا يمد لنا طاقه هايله. هنا نعمرو يعني نكملوا هذاك القارص تاعنا في الساشيات هذو اللي قلت لكم يتباع 3500. اللي تحب دير في لي زيبلوك دير في لي زيبلوك، يعني نورمال، كل وحده وامكانياتها، كل وحده واش عندها في دارها. هكذا. وهذا هذاك لو زيست هنا عندنا السيترون، هنا عندنا تشينا نحيوه. يعني انا زدت هذه الكميه، زدت يعني ضاعفتها لاني نحتاجو بزاف في رمضان. هذا زيست اللي نحينا لورانج، ثاني خبيوه هكذا. قلت لكم تسحقوه ديروا به لي سيرو للحلويات، ديروا به لي صابلي، ديروا بها حوايج بزاف. هذا الزيت تاع لورانج، وهذا تاع السيترون. كيما راكم تشاهدوا ها يجينا سهل في الديمولاج، تجي يعني مفروقه الحبه على خوتها، ما يسقناش. احسن من نديرو هكذاك بلوكا بعد نبداو نحيو بالطرف يجينا شوي واعر، هكذا افضل. اللي ما عندهاش ديروا كي شغل مربع وتقسموه بالموس وتخبيه، من بعد هذاك المربعات راهم يتنحاو وحدهم. ان شاء الله تكون عجبتكم يعني هذه الكيفيه تاع لو كونسونطري دورانج سيترون. هنا بعد ما انهيتو نديرو في الكونجيلاتور. نتمنى تجربوها ان شاء الله وتعجبكم، والى اللقاء الى الفيديو القادم ان شاء الله. وشكرا حبيباتي.